اذا رسميا المغرب والبرازيل في نفس المجموعه في المونديال الجاي، والمفاجات مازال ما سالاوش، لان في نفس المجموعه غادي يتواجد المنتخب ديال اسكتلندا، نفس المنتخبات اللي واجهناها في المجموعات ديال المونديال فرنسا 98. والمنتخب الاخير في القرعه ديالنا هو منتخب هايتي. اذا المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي في المونديال الجاي رسميا هي المجموعه الثالثه اللي كتضم كل من منتخبات البرازيل، هايتي واسكتلندا. وإلا كان في المونديال ديال قطر الهدف ديالنا هو ننتقموا من منتخبات الصبليون والبرتغال، في مونديال 2026 غيكون الهدف ديالنا هو ننتقموا من المنتخبات ديال البرازيل واسكتلندا اللي كانوا السبب ديالنا في الاقصاء من المونديال ديال فرنسا 98. وبصراحه هذه المجموعه هذه جاتني اسهل من المجموعه اللي كنا فيها في مونديال قطر 2022، وكنتوقع ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي يدوز للدور الثاني، وعلاش لا كمتصدرين للمجموعه.